جنة، رؤى، عبير، عمر. بتعملي ايه بالفلوس دي كلها؟ بشوف معايا كام. دي كل الفلوس اللي في حصلتي. مريم اشترت مقلمة جديدة جميلة، عايزة اشتري واحدة انا كمان، لكن الفلوس اللي معايا مش كفاية. ايه رأيك نبيع شوية حاجات من الحاجات اللي مش بنستخدمها؟ لو بعنا شوية حاجات قديمة من عندنا ده ممكن يزود فلوسك. انا هشترك معاكي. فكرة حلوة. المشكلة الوحيدة اني ما عنديش حاجات ممكن ابيعها دلوقتي. السلام عليكم. ازيك يا بابا؟ وعليكم السلام يا عمر. جبت ايه معاك؟ ده قفص برتقان بلدي، جبته من زميلي في الشغل. بيزرعوا برتقان في الأرض بتاعتهم والمحصول كتير قوي السنة دي، عشان كده وزع علينا في الشغل. ده برتقان كتير، بس شكله برتقان حلو بصراحة. واحنا هنعمل ايه بالبرتقان ده كله؟ ممكن اعمل لكم مربى برتقان. لا أرجوكي. انا مش بحبها. بصراحة وأنا كمان مش بحب مربى البرتقان قوي. خسارة. أنا عايزة عصير برتقان. انا ممكن اعمل لك عصير برتقان حالا. احسن عصير بيكون العصير الفريش اللي لسه معصور. الله، لذيذ. ممكن كوباية عصير برتقان ليا؟ ايوه طبعا ممكن. الله، لذيذ قوي. البرتقان استوي قوي، لازم نخلصه بسرعة قبل ما يبوظ. طعمه حلو. عندي فكرة، ممكن نبيع عصير برتقان فريش في الشارع. اللي عايز عصير نعمل له كوباية طازة. أيوة، نبيع ونكسب فلوس. مظبوط، ممكن نعمل كده. رأيك ايه يا عمر؟ مفيش مانع عندي، أو نستفيد من البرتقان بدل ما يبوظ. خلاص ممكن تعملوا كده. لما كنت صغيرة كنت أنا وأخويا شريف بنبيع المهلبية للناس في الجنينة بتاعتنا. وعرفتي تبيعي أي حاجة؟ أيوة بعت شوية، كان وقت ممتع بجد. رائع، يا رب نعرف نبيع احنا كمان. لكن هنحتاج لكشك ظريف. عندك حاجة ممكن نعملها كشك يا بابا؟ هنكون محتاجين مكان نبيع فيه. طيب خلوني أشوف في البدروم كده. وأنا هجيب أقلام التلوين الكبيرة. إيه رأيكم في ده يا بنات؟ ده كويس قوي. ممكن تفتح لنا فيه شباك؟ أيوة ممكن أعمل كده. كمان هتحتاجوا ترابيزة صغيرة علشان تحطوا عليها العصير. أيوة طبعا. أقلام التلوين يا جنة، دلوقتي هنرسم كل حاجة. شكله جميل قوي. وهنحط كمان السعر على جنب هنا. هنبيع كوباية العصير بجنيه واحد بس، عشان يبقى سهل نحسب. بس بعد كده هنقسم الفلوس ما بيننا. أيوة طبعا، هنقسمها النص بالنص. تعالي هنجهز كل حاجة. الأحسن نحط حاجتنا كلها على الرصيف. كويس قوي، كده كل حاجة هتكون جاهزة. الكشك راح فين؟ الكشك راح فين؟ هناك اهو، بسرعة. هناك يا رؤى، ده اتبهدل خالص. دي حالته بقت وحشة. أيوة بس لسه نقدر نبيع فيه، مش وحش قوي. ده جميل خالص اهو. يا رب الناس تيجي تشتري مننا. هو ليه مفيش ناس في الشارع؟ كده مش هنبيع حاجة. أنا جوجو جاية. جوجو، ازيكم يا بنات؟ بتعملوا ايه هنا؟ بنبيع عصير برتقان فريش، احنا اللي عاملينه. عايزة كوباية عصير يا أنا؟ دي فكرة حلوة. ايوه طبعا، عايزة كوباية عصير من البرتقان الفريش بتاعكم. هنعمل لك أحسن كوباية عصير برتقان فريش. رائع. كده الحساب جنيه واحد بس. دول 2 جنيه علشانكم، عشان تنبسطوا. شكرا يا أنا أنا جوجو. ده عصير جميل جدا. انا لازم اقول لجدكم عشان يجي يشتري من عندكم. يا ريت. مع السلامة بقى، ربنا يوفقكم في الفكرة الحلوة دي. مع السلامة. كده كل واحدة فينا كسبت جنيه. أيوة، مريم هناك أهي. ازيكم؟ بتعملوا ايه؟ انا شفتكم من شباك البيت. احنا بنبيع عصير برتقان فريش. تحبي تشتري كوباية؟ بس هروح اجيب فلوس من البيت الاول. ماشي. بس يا فيفي، ما تقربيش من البرتقان من فضلك. فيفي، تعالي هنا يا فيفي، ما تلعبيش في حاجة حد. ازيكم يا بنات؟ معلش، فيفي ساعات مش بتسمع الكلام، أنا آسفة.
ولا يهمك. تحبي تشتري منا كوباية عصير برتقال فريش يا طنط سامية؟ ايوه طبعا احب. اتفضلي يا طنط، كده الحساب جنيه واحد بس. حلو قوي العصير ده، طعمه لذيذ فعلا. يلا يا فيفي، احنا لازم نروح البيت. حسن وحسين، تحبوا تشتروا مننا عصير برتقال فريش؟ بكام كوباية العصير؟ بجنيه واحد بس. بس أنا معيش أي فلوس، أنا كمان منعيش. احنا ممكن نديكم كوباية عصير هدية عشان معكوش فلوس. رائع، شكرا ليكي. ممكن نبيع معاكم؟ لا مش هينفع، احنا مش محتاجين حد تاني معانا يا ولاد. احنا ممكن نبيع في الكشك بتاعنا احنا. ايوه ممكن نبيع في الكشك بتاعنا. دي هتكون حاجة حلوة، تعالوا بيعوا جنبنا. بس ما ينفعش تبيعوا عصير برتقال انتوا كمان. اكيد لا، هندور على حاجة تانية في البيت ممكن نبيعها. بص يا حسين، احنا عندنا قهوة كتيرة، احنا ممكن نبيع قهوة. بابا وماما جم معايا، هما كمان عايزين يشتروا حاجة. رائع، اهلا بيكم. أهلا يا بنات. اهلا يا بنات. احلى 3 كوبايات عصير ب3 جنيه بس. واضح ان في كشك تاني. ايوه يا عم، احنا هنبيع قهوة قريب، عندنا قهوة كتير من القهوة بتاعت بابا. هنجهز كل حاجة بسرعة جدا، احنا جاهزين دلوقتي. أنا ممكن أشتري منكم فنجان قهوة، كنت محتاجة أشرب مشروب مختلف. فنجان القهوة بجنيه واحد. طيب حضر لي فنجان من فضلك. شكرا ليك. مع السلامة. حلو قوي الاسم ده، جبتوه منين يا ولاد؟ قطعناها من مجلة بابا. خالو شريف وافق انكم تبيعوا القهوة بتاعته؟ مش بالظبط قوي، حاجة زي كده، اعتبرناه موافق يعني. ده عنده قهوة كتير قوي، مش هياخد باله اصلا ان احنا اخدناها من القهوة بتاعته. هي مكنة القهوة راحت فين؟ ايه التهريج ده؟ سارة، أيوة يا شريف، فيه إيه؟ مكنة القهوة بتاعتي راحت فين؟ وفين القهوة بتاعتي؟ معرفش يا شريف، دي كانت لسه موجودة. عصير برتقال فريش طازة لسه معصور. قهوة سخنة من مكنة قهوة الظابط شريف. كويس اننا ابتدينا نبيع بجد، مش كده يا رؤى؟ كده احنا ممكن نعمل فلوس كويسة تكفي اني اشتري المقلمة الجديدة، وتكفي اننا نجيب فستان للعروسة بتاعتك. لذيذ قوي العصير ده، وطبعا هشتري قهوة كمان. واضح كده ان شريف اداكم احسن قهوة عنده علشان تبيعوها. برافو عليك يا شريف والله. ايوه فعلا. القهوة يا واد. عايز قهوة؟ حالا هتكون جاهزة. فنجان القهوة بجنيه. اخ منكم يا ولاد. جنة، رؤى، عبير، عمر،